حضراتكم. لذا أود أن أطلب منكم مشاركة أفكاركم واقتراحاتكم في الرحلات القادمة والتي ترغبون في رؤيتها على القناة من خلال التعليقات. فلو أنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد بالقناة. شكرا لكم جميعا على دعمكم المستمر ومساهمتكم في تطوير محتوانا. نحن نتطلع إلى سماع أفكاركم القيمة. رحلتنا اليوم تبدأ في شارع 26 يوليو. كان شارع 26 يوليو يسمى سابقا بشارع بولاق، وبعد ذلك تم تعديل اسم الشارع ليصبح شارع الملك فؤاد الأول على اسم أول ملوك مصر بعد إعلان المملكة المصرية بعد تصريح 28 فبراير 1922. وما زال كبار السن من أجيال الخمسينيات يسمونه بشارع فؤاد. وفي أعقاب ثورة 23 يوليو تم تغيير اسمه لشارع 26 يوليو ليتوافق هذا التاريخ مع تنازل الملك عن العرش ومغادرته اسكندرية في 26 يوليو سنة 1952. ويبدأ شارع 26 يوليو من بداية تقاطع شارع الجمهورية وحديقة الأزبكية وينتهي عند ميدان سفنكس. وشارع 26 يوليو يمر بأكثر من منطقة، وأولهم منطقة وسط البلد والتي كنا سابقا تبدأ من عند الحديقة الأزبكية وينتهي عند تقاطع شارع رمسيس. هذا هو الجزء الأول. ونجد أن شارع 26 يوليو يمر بعدة مناطق، أولها وسط البلد، ثم بعد تقاطع شارع بورسعيد إلى حي بولاق أبو العلا اللي هي الوكالة، ثم بعد ذلك يستمر إلى منطقة الزمالك، ونجد أنه انتهى عند محطة مترو صفاء حجازي وأمام شارع البرازيل، ثم الجزء الأخير يمتد حتى المهندسين ميدان سفنكس وبها محطة مترو الأنفاق الكتكات. وقد تم افتتاح 4 محطات مترو بشارع 26 يوليو، وبدايتها محطة ناصر وهي المحطة التبادلية مع الخط الأول لمترو الأنفاق، ثم بعد ذلك مسبيرو، ثم الزمالك، ثم الكتكات. وشارع 26 يوليو يبدأ كما قلنا سابقا من عند حديقة الأزبكية وشارع الجمهورية. ونجد في شارع 26 يوليو أشهر فندق في مصر وهو الكونتيننتال، والفتحة اللي على يميننا دي شارع عماد الدين، والفتحة التانية دي بتودي إلى ميدان مصطفى كامل. وكما قلنا نجد أشهر فندق في مصر الكونتيننتال، وهو حاليا مهدوم ويعاد بناؤه على أحدث الطرز المعمارية القديمة، ولكن مع مراعاة الطابع القديم للفندق وعدته إلى شكله القديم والطابع المعماري له. وشارع 26 يوليو نجد به العديد من المحلات التجارية. ده شارع عماد الدين اللي هو أمامنا دلوقتي على نصيته الصيدلية. ونجد في شارع 26 يوليو العديد من المحلات التجارية والمطاعم. ويوجد أيضا في شارع 26 يوليو أشهر مول أو عمارة وهي شملة، وهي تملك ملك لبنزيون عدس. ومن أشهر المباني الموجودة أيضا بالشارع العديد من العمارات ذات التاريخ والأصيل في هذا الشارع. ونجد العديد من المتفرعات من شارع 26 يوليو كما قلنا سابقا شارع عماد الدين من جهة اليمين، ثم هنجد بعد قليل على الشمال شارع شريف وده على نصيته محل العبد الحلواني، ثم بعد
محل العبد وشارع شريف نجد شارع طلعت حرب. ومن أشهر المحلات المتواجدة أيضا في هذا الشارع محلات للملابس والأحذية، والتي تبيع أشهر المنتجات في هذا الشارع. ونحن ما زلنا نسير في شارع 26 يوليو، سوف نجد على يمنا محل من أشهر المأكولات في هذا الشارع، وهو محل جاد، فهو على يمنا، ولكن بس العربية اللي واقفة دي هي بس مدارية عليه. فإذا كان في فرصة نظهر لكم المحل، ولكن مش هنقدر نظهر المحل نظرا للسيارة المتواجدة. وشارع 26 يوليو به العديد من المحلات التي تبيع الملابس والبرندات العالمية. وشارع 26 يوليو لا تهدأ به الحركة ليلا أو نهارا، فهو شارع ممتلئ بالمرة اللي نازلين يشتروا احتياجاتهم. واحنا دلوقتي اهو على شمالنا شارع محمد شريف باشا، وبس الكاميرا لما تقرب منه هنحاول نظهره اكتر. وشارع محمد شريف باشا ده ممتد الى باب اللوق، وبيتقاطع مع شارع عبد الخالق ثروت وشارع قصر النيل، ثم ينتهي الى باب اللوق. والكاميرا اهي، اظن دلوقتي الكاميرا جابت شارع محمد شريف باشا، على نصيته من ناحية الشمال محل حسناء للأحذية والملابس، وعلى يميننا محل العبد كما قلنا سابقا، وهو من أشهر محلات الحلويات في هذا الشارع. ونجد أيضا من العمارات التي لها تاريخ عمارة الجمالان، وهي عمارة مكونة من 3 عمارات متلاصقة، وهي ملك للأمير مصطفى. والأمير مصطفى كان من طائفة الجمالان، ثم جعل هذه العمائر وقفا لعائلته سنة 1681. ثم بعد ذلك انتقلت هذه العماير إلى وزارة الأوقاف، وقد تم هدمها وبناء عمارات أخرى مكانها. زي ما انتم شايفين دلوقتي، احنا دلوقتي اهو داخلين، وهوري لكم دلوقتي شارع طلعت حرب اللي على نصيته محل حسن رزق اللي على شمالنا دلوقتي، ويميننا الشارع دوت يودي على ميدان عرابي ورمسيس. ولكن احنا ما زلنا في اتجاهنا لشارع 26 يوليو ومستمرين فيه. الكاميرا بس دلوقتي هتورينا شارع طلعت حرب اهو. دلوقتي حضراتكم زي ما انتم شايفين الكاميرا هي بدأت تورينا شارع طلعت حرب، وعلى نصيته محلات الأحذية الشهيرة حسن رزق، وشارع طلعت حرب ده ممتد لميدان طلعت حرب، ثم بعد ذلك إلى ميدان التحرير. والكاميرا بتاخدنا دلوقتي إلى تكملة شارع 26 يوليو، ونكمل حكاية العمارات اللي بنتها وزارة الأوقاف مكان عمارة الجمالان، والتي بنى ورسم العمارة هو المهندس المعماري محمد كمال إسماعيل، الملقب بأستاذ الأجيال. وهذا المهندس كمال إسماعيل هو أيضا من صمم مجمع التحرير ودار القضاء العالي اللي هي أمامنا حاليا وفي وشنا، هو الذي صممها أيضا. وكان من أبرز أعمال كمال إسماعيل الملقب بأستاذ الأجيال توسعة الحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم النبوي. والشارع اللي هو على شمال دلوقتي، على شمال دار القضاء العالي، ده شارع شامبليون. وإن شاء الله الطلب مني في التعليقات إن احنا نعمل حلقة عن شارع شامبليون وبعض الشوارع المجاورة له. فإن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نصور حلقة عن شارع شامبليون، ونكمل أيضا رحلتنا
أهو حضراتكم شايفين اهوت، شايفين شكل العمارات، ولكن بس العمارات دي حديثا. شارع شامبليون اهوت على شمال دار القضاء العالي. ودار القضاء العالي هو يعتبر مبنى مقر للهيئات القضائية، ثم انتقلت من دار القضاء العالي بعض الهيئات القضائية مثل مكتب النائب العام، وده راح للقاهرة الجديدة. ثم نجد على أو أمام دار القضاء العالي شارع البورصة القديمة، وشارع البورصة القديمة دوت ينتهي عند ميدان عرابي أيضا. ونجد على بداية ودي محطة المترو الخط الثالث اللي هي محطة ناصر التي تم إنشائها منذ عدة أشهر، وتم افتتاح الشارع اللي كان مغلق لمدة 3 أو 4 سنوات. محطة ناصر اللي هي على يميننا دلوقتي حضراتكم اللي انتوا شايفينها ديت، وبجوار محطة ناصر سينما روفلي. وكانت سينما روفلي في بدايتها تتبع السفارة البريطانية، وكانت هذه السينما تذيع الأفلام البريطانية فقط، ولكن بعد حريق القاهرة تركتها المنظمة البريطانية حتى أعادت السينما إلى الحكومة المصرية. ونجد في الشارع كما قلنا العديد من المحلات التجارية اللي هي على يميننا دلوقتي، ومحلات الحلويات الشرقية والغربية. واحنا دلوقتي بدأنا ندخل إلى نهاية شارع 26 يوليو، وده في الجزء الأول الذي يبدأ من عند شارع الجمهورية وحديقة الأزبكية، وينتهي كما قلنا سابقا عند تقاطع شارع رمسيس اللي هو يفصلنا بيننا وبينه عدة أمتار زي ما انتم شايفين حضراتكم في الفيلم. أدعوكم للاستمتاع والمشاهدة، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك واللايك والدعم.